كان في كلام كده بعد ما حازم امام جدد وبعد ما محمد عبد الشافي جدد. حازم امام قال يعني الحمد لله حمل كبير من على كتفي اتشال، وده مهم جدا في استقرار نادي الزمالك، لانه لعيب مهم جدا ولعيب عامل نقله في اداء نادي الزمالك، وهو لعيب يعني عنده رتم سريع، واللعيب اللي عنده رتم سريع دايما بيفرق وبيصنع الفارق مع فرقته. عبد الشافي قال تصريح كان غريب جدا بالنسبه لي، قال عقدي مع الزمالك او ارتباطي بالزمالك لا يحتاج لعقد. لو نفتكر كده بس من كام شهر كان عبد الشافي معترض وما كانش بيروح النادي عشان ما كانش بياخد فلوسه. ايه الكلام هنا غريب برضه، يعني مش محتاج لعقد وبعد كده بقى محتاج لعقد، كلام غريب. فحتى اللعيبه تاخد بالها من تصريحاتها كويس قوي، لان الجمهور ما بقاش خلاص، يعني الجمهور بقى عارف القصه فين، وبقى عارف مين المنتمي ومين اللي مش منتمي. عبد الشافي وتجديده مهم جدا لنادي الزمالك، لانه لعيب كبير قوي ولعيب مهم قوي في نادي الزمالك وفي تشكيله نادي الزمالك. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك، نادي كبير.